شغلانة في مطار ناشفيل ما فيهاش طلاينة كتير. عرب ومصريين كتير موجودين في ناشفيل وبيدوروا على الشغل، ولكن بيدوروا ان يكون مفيش طلاينة في المكان اللي رايحين يشتغلوا فيه. طبعا انتوا عارفين وفاهمين انا اقصد مين بالطلاينة دول. ناس كويسين على عيننا وعلى راسنا، بس العرب والمصريين ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم فبيحبوا يبعدوا عنهم. باقي الولايات مش بيواجهوا نفس المشكلة اللي بيواجهها الناس الموجودين في ناشفيل، لان في باقي الولايات وجودهم قليل، انما في ناشفيل الوضع مختلف، مفيش مكان في ناشفيل هم مش موجودين فيه. ولكن الشغلانه اللي جايبها لكم النهارده دي وجودهم فيها شبه معدوم. انا جبت سيره الشغلانه دي في فيديو قبل كده، والنهارده هتكلم عليها بالتفصيل. الشغلانه دي هي رامب ايجنت. مين الرامب ايجنت ده وبيعمل ايه؟ ده الراجل اللي بيخدم على الطياره من ساعه وصولها لحد ما تمشي. يعني الطياره اول ما تنزل ارض المطار في ناس بتوجهها ناحيه البوابه. انت لو كنت راكب جوه الطياره وبصيت لتحت شويه من الشباك هتلاقي واحد ماسك عصايه كده وماشي جنب جناح الطياره، ده رامب ايجنت. بعد ما حضرتك تنزل وتروح انت وتاخد شنطتك وتمشي وناس تانية هتيجي مكانك، اللي بينزل الشنط ويطلعها دول في الطياره ده الرامب ايجنت. اللي بيهبد لك الشنط على السير ويطير لك كل العاجل والسوست تتفتح ده الرامب ايجنت. ضغط في الطيارة وقبل ما تنزل طرطشت الدنيا في الحمام كده، وكل اللي بيفضي البتاع لغاية من الحمام ده في المواسير في النهاية في الطيارة، ما الطيارة مش منفذ على على المجاري يعني، ففي خزان، واللي بيفضي الخزان ده الرامب ايجنت. الطيارة خلصت وحملت وعايزة ترجع لورا عشان تطير، اللي بيزجها لورا، ما الطيارة ما فيهاش ريفرس يعني ما فيهاش مارشلير، فاللي بيزجها لورا ده الرامب ايجنت. الشغلانة رغم انها تبان انها قذرة من بره، لكن انا شايف ان هي من احسن الشغلانات اللي موجودة في المنطقة. ليه طيب؟ اول حاجه واهم حاجه ما فيهاش طلاينه كتير، تقريبا ما فيهاش طلاينه خالص. دي لوحدها تسوي فلوس والله العظيم، دي تتوازن بالذهب طول ما فيهاش طلاينه. تاني حاجه سعر الساعه بيكون كويس. كميه الشغل اللي انت بتبذلها في عدد ساعات الشغل قليل. يعني في شيفت 8 ساعات او 10 ساعات ممكن تسجل لك 3 4 طيارات. كل طياره بتاخد متوسط ساعه ساعه ونص شغل. يعني الوقت اللي بتقضيه في الشغل بتشتغل من نص لتلتين، وباقي الوقت قاعد في الكافيتيريا ما بتعملش حاجه. اغلب الشركات عندهم زيادات سنويه. كل الشركات بتوفر خدمه السفر الدولي والمحلي ببلاش لو انت شغال معاهم انت وعيلتك وقرايبك وحبايبك. ال 401k والميديكال انشورنس بيكونوا كويسين في اغلب الشركات. كمان الوقت اللي بتقضيه هناك بيتضاف للخبره بتاعتك. بمعنى انك قضيت سنه في شركه طيران، انت كده عندك سنه خبره تروح تقدم بيها في مكان تاني بتتاخد على طول، بتتخطف خطف لان انت عندك خبره، عكس باقي الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها. ممكن تقضي 5 6 سنين في المكان، ولما تسيب تدور على شغل في مكان تاني تلاقي نفسك لسه هتعد من الاول. يعني ممكن تشتغل في امازون وتسيبه لسه هتدور في وير هاوس تاني، ما يعتبرش الشغل اللي انت اشتغلته في امازون انت عندك خبره وير هاوس او خبره اداره ولا بتاع، بس ما يعتبرهاش، هيعدي من الصفر من الاول. انما في شركات الطيران في الرامب ايجنت او اللي هو كاستمر سيرفيس ايجنت هتلاقي نفسك لا، الخبره اللي انت عديتها قبل كده بتضاف لك. كمان مطار صغير زي مطار ناشفيل فيه فوق ال 15 شركه، فانت حتى لو الشركه دي ما عجبتكش هتقدر تسيبهم وتروح شركه تانية، فتلاقي ان فرص الشغل متاحه بالنسبه لك. بس يا اخوان دي الشغلانه ببساطه من وجهه نظري انا شايفها فرصه كويسه، وعشان تقدم عليها تدخل عليها شركه عجباك مثلا امريكان ايرلاينز سلاش كارير، تدخل على جوجل وتعمل كده ساوث ويست سلاش كاريرز وتختار رامب ايجنت. الموضوع سهل وبسيط. اكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم، وادي الفيديوهات قدامكم تشوفوا الناس بطريقه عمليه بيعملوا ايه، ولو عجبتكم قدموا، ما عجبتكمش اعتبروا من نفسكم ما شفتوش الفيديو. تقعدوا بالعافيه، سلام.